عمركم شفتوا اكل مرعب؟ طبعا كلكم هتقولوا ايه الهبله دي. لا بقى انا مش هبله، انا فعلا في اكل بترعب منه لدرجه انه لو اهلي فكروا بس يجيبوا الاكل ده في البيت انا بسيب البيت وامشي. عايزين تعرفوا ايه هو الاكل المرعب بالنسبه لي؟ انا هقول لكم. في فيديو النهارده انا هجرب معاكم اكتر 7 اكلات انا بكرههم في حياتي لدرجه اني عمري ما اكلتهم قبل كده، حتى لما فكرت اجرب ادوقهم رجعت ما قدرتش. بس النهارده انا قررت اتحدى خوفي واجرب ال7 اكلات دول. هنبدا باقل اكله انا بكرهها لحد ما نوصل في اخر الفيديو لاكتر اكله انا بترعب منها في حياتي. الهدف من الفيديو ان اثبت لنفسي واثبت لكم ان مفيش اي اكل وحش، في اكل احنا ما حاولناش نجربه. عشان كده انا قررت ان انتوا هتتحدوا نفسكم معايا في الفيديو ده. اكتبوا لي في الكومنتس ايه الاكله اللي عمركم ما حبيتوها بس هتجربوا تاكلوها بعد ما تتفرجوا على الفيديو. اول اكله كل الناس حرفيا حتى يحيى اكتر واحد مستغرب مني ان انا ما بحبهاش، بس انا مش بطيقها معرفش ليه. من غير ما تشتموني انا ما بحبش ام علي. ما بحبش ام علي، ما بحبهاش. يا لهوي بتقع اصلا، ما هي اصلا مش طايقاني، يعني هي جايه معانا غصب، مش طايقه وجودي في حياتها. ام علي ليه ما بحبش ام علي؟ عندي اسبابي على فكره. اول حاجه هي عباره عن عيش مبلول باللبن. ليه ما نجيب بقسماطه ونغرقها في اللبن وناكلها؟ انا حتى البقسماط باللبن ما بحبوش. عيش مبلول اوكي؟ مش عيش مبلول. لا هي عيش مبلول. لا بسمح لك، ما بحبهاش. اديها فرصه. فيها كمان مكسرات، انا ما بحبش المكسرات لما تبقى غرقانه في الاكل، بحبها لوحدها. يا جماعه ده المستوى الاول بس، يعني دي حاجه اوكي انا دلوقتي اقدر اتواجد حواليها. بعد شويه هنوصل لاكلات انا ما اقدرش انها تكون في نفس الاوضه اللي انا فيها. انتوا متخيلين؟ مش وحش. شفتي؟ بس مزلظه وملظلظه كده. لا ما اقدرش. انا اسفه ممكن ادوقك بس ما بحبكيش، فهديكي يعني بالنسبه للاكله ما بحبهاش 5 من 10. انا زعلان منك. هي تقرب لك ام علي، هاتيها. تقرب لك ام هاتيها، علي. أنا قربت هاكلها. انت عايز تاكلها اصلا من أنا الاول؟ هاكلها. اتفضل كلها. تاني اكله اللي في ايدي دي انا بكرهها عشان من ساعه لما عرفتها وانا مش فاهماها، والناس اللي بتحبها كتير بيفضلوا بقى يحطوا عليها بيض ويحطوا عليها ملح وحاجات كده غريبه. انا لا الملوخيه احلى منك. افوكادو يعني بصوا انا دلوقتي ماشي، الافوكادو ده حاجه صحيه جدا بس مش احسن من الملوخيه. معلش انتوا لو حطوا لكم مقارنه ما بين افوكادو وملوخيه هتختاروا ايه؟ ملوخيه. يعني اشمعنى ملوخيه؟ عشان ده لونه اخضر والملوخيه لونها اخضر، وده خضار والملوخيه خضار، فمقارنه تنفع عادي. ده فاكهه ايه؟ فاكهه استوائيه. ده فاكهه استوائيه؟ بس بس يهبل خضار صح؟ الافوكادو خضار ام فاكهه؟ فاكهه حرجه. يعني ايه حرجه؟ يعني مكسوفه يعني ولا ايه؟ ماشي هي فاكهه. طيب لو قالوا لكم دي ولا البطيخ؟ المهم انه حاسه انه طعمها مش حلو، وبجد كل اللي حواليا بيحبوها وانا مش عايزه اجربها، مش عايزه اقتنع ان هي حاجه حلوه. فالنهارده مضطره ان انا اعرف يا ترى طعمها ايه. اوكي المفروض بقى تتفتح كده. اوريك حركه حلوه، اوريك ازاي بيشيلوا دي. ازاي؟ سوري مش كده. ما كده بيعملوا كده وفي الاخر ما بيعملوش حاجه. فكك تمام. هنحط عليها ملح. كفايه ان نجرب الحته دي. بسم الله. ملهاش طعم. مش عارفه هو الافوكادو اللي انا شارياه هو اللي وحش، بس ما اعتقدش ان هو وحش لان هو شكله حلو قوي من جوه ولونه كويس، بس بجد انا مش حاسه باي طعم. حد من اللي بياكل افوكادو وحاسس ان هو ليه طعم. المهم يعني ان انا هديها من 10 4. يعني دي 4 وام علي 5، حرام عليك. انا زهقت من حوار ام علي ده، انا هبتدي اغير. خلاص معلش. اوكي. تالت اكله هي مش اكله، شوربه. سوري مش شوربه، حاجه بتتشرب، مشروب. ما اعتقدش حد بيحبه. انا ما شفتش في حياتي حد بيحبه. بتحبه؟ لا. بتحبه؟ لا. اهو 3 قاعدين ما بيحبوهوش. عرق سوس. مين بيحبه؟ انا ما اعرفش حد بيحبه، انا ما بحبوش ما بحبوش. نور قال لي لازم اصبه زي ما بيصبوا العرق سوس. اوكي بص انا حاسه انه ده لونه مش عرق سوس قوي. مش عايز يتقلب. مش عارفه، انا بفهمش فيه الصراحه. ماشي يا جماعه انا هجرب اقلبه عشان حاسه انه اللون ده مش طبيعي ان هو يبقى كده، فهجرب عشان محدش يقول لي ايه ده اصل انت شربتي العرق سوس غلط، لو شربتيه صح هيعجبك. لا مش هيعجبني. ايوه كده هو ده العرق سوس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا والنبي لا
لا لا طعم وحش، طعم وحش. عارفين بيعمل ايه تاني؟ بينشف الريق. يعني انا حاسه ان هو شفط اي حاجه في بقي، يعني خد كل حاجه في بقي. ايه ده؟ لا 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 لا. اللي بتحبوه انتوا ما عندكوش سبب غير ان انتوا عايزين تضايقوا نفسكم، زعلانين من نفسكم في حاجه، فعايزين تعذبوا نفسكم ممكن، لكن عايزين تقنعوني انه في شخص طبيعي صحي من النوم قال انا بحب العرق سوس. مش هقتنع، مش هقتنع. صفر صفر، طعمه مش حلو. بصوا انا حاسه ان في اكلات جايه اوحش، فمش هديه صفر. حاسه ان في اكلات جايه انا مش طايقه ريحتها، فماشي هديه 2. برضه 2، برضه 2. انت مهما انت 2، انت 2. ربع اكله، ربع اكله. انسوا اي اكلات جت قبل كده يا جماعه. اول 3 اكلات دول ولا حاجه، ال4 اللي جايين دمار. والله ما طايقه منظرهم، وانتوا لما تشوفوهم هتعرفوا حاجه يعني صعبه، حاجه صعبه. ربع اكله كل الناس اكيد متفقه معايا. انا مش محتاجه اتكلم، منظره بيعبر عن نفسه. ليه بني ادم ياكل؟ مش عارفه امسكها، مش عارفه امسكها حاجه زي دي. ليه قبل ما اعمل الفيديو انا ما كنتش متخيله ازاي انا ممكن ادوقه، ولغايه دلوقتي انا مش عارفه انا ممكن ادوقه ازاي. بس انا بجد النهارده قررت ان انا اي اكل بكرهه هجربه. ومش بس 7 اكلات دول، انا بجد بعد كده مش هقول على اكل مش عاجبني، انا هجرب وادوق. لانه يا جماعه وانا صغيره كان في كم اكل انا بكرهه مش طبيعي، لدرجه ان انا كنت رفيعه قوي زي ما وريتكم في الصور، كنتش باكل اي حاجه. فانا قررت ان انا ابطل الموضوع ده، وبجد هاكل كل حاجه. فانا بجد في الحلقه دي انا مش بعذب نفسي، انا فعلا عايزه اجرب كل حاجه. ده شكله يا جماعه. للي ما يعرفوش انا بكره الممبار ليه. انتوا عارفين الممبار مصنوع من ايه؟ اللي بياكل الممبار وهو مش عارف طبيعي يبقى بيحب الممبار، بس انتوا لو عرفتوا الممبار مصنوع من ايه مش هتاكلوه. الممبار مصنوع من ايه يا يحيى؟ بلاش نقول لهم صح؟ اللي عايز يعرف ممكن يبقى يسيرش بقى. هو انا مش هقول دلوقتي عشان يعني اعرف اكله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. مش بيتمضغ. الرز بيتمضغ بس هو مش بيتمضغ، اللي هو هيتمضغ، مصيره يتمضغ، يعني افضلي مضغي هتلاقيه اتمضغ بس بعد فتره. مش راضي. جلد، في جلد تحت اسناني. عمل كده، عمل اللي هو بلعته. مش همضغه، بلعته. انا اسفه مش قادره، حاولت انا كده. ده اديت له فرصه. الرز طعمه حلو قوي، طعمه حلو، طعمه محشي. بس الجلد لا، دي طعمه جلد صح. طعمه ايه طيب؟ طعمه حاجه حلوه كده. جلد ما تكدبوش. جلد ازاي بقى بتاكلوا جلد؟ عادي. لا انت اصلا بتحب جلده الفرخه. انت اصلا انسان بتحب جلده. خلاص ما تكلمنيش، لان اي حد بيحب جلده الفرخه. شكرا. مبسوطه ان انا جربته، ودلوقتي اتاكدت ان انا ما بحبوش وعمري ما هحبه. تقييمي 3 احسن من العرق السوس شويه. العرق السوس ما الموضوع بدأ يصعب أكتر وأكتر، والأكلة دي عمري ما تخيلت إن أنا ممكن أحطها في بقي بجد حرفيا، ولما تشوفوها هتعرفوا. الكافيار. واللي بيقولوا إنه الكافيار ده أكل حلو قوي، ده بياكلوه في أحسن الأماكن، ماشي، بس ده بيض سمك. السمك بيخلف، مش بيخلف، بيبيض، بس بيبيض بيض طبيعي. مستحيل اكل البيض بتاع السمكه. ماشي باكل البيض بتاع الفرخه، بس مش هاكل البيض بتاع السمكه. لا 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 جماعه، ايه ده؟ ما هذا المنظر؟ وهل اي بني ادم يقدر ياكل حاجه منظرها كده؟ لا 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 لا. استغفر الله العظيم يا رب، ريحته سوشي. يا جماعه بيضة سمك. طب ينفع حد يدوق قبليه؟ ارجوكوا دوقوه، بس قولوا لي طعمه ايه. طعمه، عارفه الرنجه، عارفه البطروخ بتاع الرنجه؟ بس مش طعمه كده، وطعمه اوحش 100,000 مره. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يطلع عادي. يا رب يا رب يا رب يا رب. انا والله ما قادره، والله يا يحيى ما قادره والله. بسرعه. لا طعمه حاجه معفنه. صفر. ده الصفر بعينه. انا بص، انا بالظبط اللي كلتها عشان ما بقاش كذابه. انا بصراحه كلت واحد زي دي، بس والله حسيت بطعمه، والله طعمه وحش قوي. مشوه، مش عايزاه.
مش قادره. انا مش عارف اصلا انت ازاي يعني شامه الريحه. بابا وماما عارفين، هما بيتفرجوا دلوقتي انه بجد الاكله دي حاولوا ياكلوهاني وانا صغيره كتير قوي عشان هي مفيده، بس انا بتحايل عليكي وانا من ما ساعة رضيتش عرفت. اكلها. هي ريحه وحشه والله، الريحه وحشه والله. انا ما بطيقش الاكله دي يا جماعه. الاكله عشان تبقوا عارفين دي اكتر اكله انا بكرهها في حياتي، عشان عندي سبب. اهلي كانوا بياكلوها وانا صغيره، وكانوا دايما بيحاولوا يجبروني ان انا اكلها عشان هي مفيده جدا، وانا عمري ما كنت برضه اكلها، فكان دايما بنتخانق. فالاكله دي ليها عندي ذكريات وحشه قوي. الكبده، كبده، فاهم؟ هي ارجوك فهمني، ما تتريق، ما حدش يتريق يا جماعه، عشان بجد والله كل حد اكيد عنده اكله ما بيحبهاش. انا كل اللي حواليا حرفيا مش فاهمين ازاي ما بحبش كده، بس انا ما بحبهاش واكيد ناس كتير ما بتحبها، انا عارفه ان هي اصلا بره الناس دي. بس يا جماعه انا بجد ما بكرهها، اي حاجه مش عارف شوف والله الاسلام مش كل حاجه يعني. انا فاهمه ان هي حاجه جميله تحفه وكل حاجه، بس انا ما حدش يتخيل هاكلها ازاي. ماما، بابا، انا عارفه ان انتوا هتتصدموا اكبر صدمه في حياتكم ان انا هدوق دي، بس اخيرا هتشوفوني وانا باكل كبده. انا كنت متخيلها كده، كنت متخيله انها وحشه كده. استغفر الله العظيم يا رب. لا 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 لا، اوحش مما تخيلت. انا حاسه ان انا مش هنسى الطعم ده طول عمري، حاسه ان الطعم ده هيفضل عايش في بوقي. لا انا قايمه اشرب حاجه، مش قادره. يا جماعه هعمل معاكم دلوقتي اختبار لماما، وهاكد لكم انه الكبده هي اكتر حاجه انا عمري في حياتي ما رضيت اكلها وانا صغيره. هتصل بيها، هي ما تعرفش اي حاجه، يا رب ترد بس عشان الساعه دلوقتي قربت تبقى 12، فيا رب تكون ما نامتش. يلا يا ماما. الو. يا ماما عامله ايه؟ تمام الحمد لله. بقول لك يا ماما، قولي. فاكره وانا صغيره افتكر ايه مثلا؟ ايه الاكله اللي انا يعني عمري ما كنت برضه اكلها مهما فضلتوا تجبروني؟ هو مصري ولا سوري؟ في اكله بابا خصيصا كان بيحاول ياكلهاني. كبده مثلا. ايوه كبده، اللي هي اسمها ايه بالسوري؟ سودا. كنت اسمع سودا. كلمه سودا اعمل ايه؟ تسود ايامي. انا كنت بكرهها. طب بابا حاول ياكلهاني بجد يا ماما؟ كم مره بابا حاول ياكلهاني؟ كتير، لانه هو بيحبها يا اسراء، هو بيحبها. انت طب انا ذنبي ايه لو هو بيحبها؟ كرهتوني فيها ليه وانا طفله؟ يا ماما ريحتها وحشه، قبل الطبخ ريحتها وحشه، وبعد الطبخ ريحتها وحشه. اسراء يعني كل الناس بتحبها الا انت. ماما خلاص، انا مش عايزه اتكلم تاني عشان احنا من واحنا صغيرين ونفس الحوار بيدور بيني وبينك. ماما خلاص يا ماما اقفلي، انا كنت بس بتاكد منك، كنت بس بتاكد منك ان هي اكتر اكله انا بكرهها. خلاص. طيب انا بحب الاسماك. لا. باكل ايه بس؟ باكل نوعين، البلطي والجمبري اللي بتعمليه انت بقى. اللي انا بعمله بس. باكل حاجه تانية؟ لا. هل ممكن في حياتي اكل كابوريا؟ لا انا ولا انت رح ناكلها. هل تتخيلي ان انا ممكن اشوف قدامي طبق كابوريا؟ لا بصراحه شكله صعب. طب بقول لك هبعتلك 2 تشميهم. انا بصور فيديو يوتيوب دلوقتي وبصور 7 اكلات انا ما بطيقهمش، فاخر اكله اصعب اكله كابوريا. يا عجب. والله يا ماما مش قادره اكلها خالص وريحتها وحشه قوي. هو صدقيني لو دقتها يا ماما هتدوقيها غصب عنك. طب هتدوقها ازاي؟ هبعتلك واحده مليان عندي، مليان بيجروا قدامي اهو. ماشي يلا سلام. شفتوا يا جماعه؟ انا قلت حاجه من عندي، ماما قالت لكم كل حاجه انا بكرهها عشان تاكيدا على ان الفيديو ده بجد دي اسوأ كوابيسي. انا مش هاكلها كده، انا عايزه جوانتي بعد اذنكم. حقي محدش فينا يا حبيبي بيعرف ياكل كابوريا، فانا هعمل حاجه. بياكلوا كابوريا ازاي؟ اذا كنت ترغبين في تقشير الكابورياء استخدمي مقص السمك لقطع راس الكابوريايه، ثم استخدمي ملقة السمك لازاله الارجل والقشره. يمكنك تناول اللحم الابيض من الكابوريا او يمكنك تناول الكبده والبيض. انا انا لسه مجربه كبده وبيض، مش عايزه ادوق الكبده والبيض، انا عايزه ادوق اللحم الابيض اللي هما بيقولوا عليه المتوسط ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد منين؟ ناخد الهادي. لا يحيى عينيها ايه الكائن ده؟ وليه عماله تبص لي بعينيها دول؟ انا مش فاهمه. هي البتاع هنا ماشي، انا اعمل ايه بقى؟ والله اعمل ايه؟ كسرتها. هي حاجه مقرفه جدا، محدش مقرفه ولا لا؟ مقرفه قوي. اهو لحم ابيض، هو ده. ايوه هو ده الاسرار اللي في الجنب ده. ايوه هي دي اللي بياكلوها. على ريحتك. اف جماعه، وصلنا دلوقتي لاكتر مرحله صعبه في التحدي كله، الكابوريا.
محتمله تصدق. بجد؟ يعني ما قرفتش منها زي الكبده وزي الكافيار، وحشه بس قشطه. عرفت ادوقها يحيى، عرفت ادوقها. انا مستغرب قوي. يعني قلت قبل ما ابدا التحدي ده ان انا هقول لكم فعلا مشاعري ناحيه كل الاكلات بصراحه. فبجد الاكله دي لا طعمها سمك، يعني اللي بياكل السمك عامه، انا باكل السمك البلطي، باكل الجمبري، بس ما باكلش اي نوع سمك تاني مهما كنتوا تتخيلوه، مش باكله، ما بقدرش اكله. فبالنسبه لي دي لا كويسه، بس ما اكلهاش صراحه بسبب منظرها وعينيها، ما اكلهاش، بس اديها 5 من 10. مبسوطه قوي، حاسه ان انا تخطيت مخاوفي بجد اخيرا بجد. كمان هتصل بماما اقول لها ان انا اكلت كابوريا. ماما اكلت كابوريا. كيف طلع طعمها؟ عادي سمك. سمك. هي بس مقرفه في الشكل وفي التكسير وكده، بس سمك. انا قلت لك جايز بس هذا، بس ما تدوقيها ممكن تطلع طيبه. ايوه ماما، انا اتخطيت مخاوفي اخيرا. وعايزه بقى بمناسبه المناسبه السعيده دي قولي لهم بقى يعملوا اشتراك في القناه. اكيد هيعملوا اشتراك يا اسراء في القناه. اكيد انت متاكده؟ يعني الست متاكده قوي. طبعا. ماشي يا جماعه، اعملوا اشتراك في القناه زي ما ماما قالت، وما تنسوش تعملوا لايك، واكتبوا لي يا جماعه في الكومنتس عايزيني اجرب ايه في الفيديوز اللي جايه، وانا جايه لك يا ماما دلوقتي وهجيب لك الكابوريا والكبده. ولو ما كلتيهمش يا ماما انا هوريكي، هتاكليهم كلهم كلهم. انت كلتي ولقيتي ماشي الحال خلاص هجرب. جايه لك يا حبيبتي.